السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل احلى بسبوسة، نعملها بطريقة سهلة جدا. يلا نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجه هنجيب جزرولة هنحط فيها حوالي كوبايه الا ربع من الحليب اللي هو اللبن، ده كوبايه الا ربع. وكمان هيكون معانا كوبايه الا ربع من السكر، ودي كوبايه الا ربع من السمنه البلدي. طبعا يستحسن انها تكون بلدي، بس لو مش متوفر عندك اشتغلي باي سمنه. تطلع معانا يا جماعه البسبوسه دي في منتهى الجمال. يبقى حطينا كوبايه الا ربع من الحليب اللي هو اللبن، وكمان كوبايه الا ربع من السمنه، ويستحسن طبعا سمنه بلدي، وكمان كوبايه الا ربع من السكر. وهنحط معلقه كبيره كده من عسل الجلوكوز متوفر عند اي عطار. لو مش متوفر عندك، لو عندك عسل كنافه تقيل شويه او عسل نحل، حطي معلقه كبيره. في الوقت ده فرننا ساخن على درجه حراره 200 اهو. هنحط عسل الجلوكوز ويا دوبك على النار يا جماعه، يا دوبك بس الخليط ده كله يختلط ببعضه ويكون دافي خالص خالص. لو سخنت منك وحطيت الخليط ده ساخن على سميد البسبوسه، على طول هينشف ومش هتطلع معاكي ناجحه خالص. اهو زي ما انتم شايفين بننزل بقى بنص كيلو دقيق بسبوسه. معانا صينيه مقاس 28 مدهونه بقطعه زبده، لو هتقلبيها كمان تحطي فيها لا اما ورقه زبده في قاع الصينيه او تحطي اي ورقه كراسه. نقلب بالراحه كده يا جماعه من تحت لفوق، ما نقلبش كتير. مجرد ما السميد يختفي على طول نوقف تقليب، عشان لو قلبتي فيها كتير هتطلع معاكي برضو ناشفه ومش ناجحه. كده تمام، الخليط كله اختلط ببعضه. هنجيب صينيتنا بقى وننزل بخليط البسبوسه. هنبتدي بقى نوزعها في الصينيه. بتاخد معانا في الفرن حوالي نص ساعه. لو حسيتي انها احمرت قوي من الحواف يعني، والوش برضو بقى لونه برضو ذهبي كده شويه، ممكن تشغلي عليها الشوايه. هنعمل بقى السكر حوالي كوبايه ونص من السكر، عليهم حوالي كوبايتين الا ربع كده من الميه، وطبعا برضو معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. كده تمام. مجرد ما هندخل بقى البسبوسه نحط ايه، مجرد ما يغلى بقى العسل وكده خلاص يبقى كده تمام. حطينا البسبوسه، هنحط البسبوسه في الفرن وعسلنا هيكون ايه على النار. عادي جدا انك ما تحطيش عصير ليمون ولا اي حاجه على عسل البسبوسه، يعني خلوه كده تمام. ممكن تحطي اي مكسرات او تسيبيها ساده، تطلع معانا يا جماعه هايله. ننزل بقى يقابلوا بعضيهم، الشربات سخن والبسبوسه بتاعتنا سخنه، ونغطيها كده حوالي 5 دقايق. والله وانا قلبتها كمان معاكم اهو، قلبتها وهي سخنه هايله، طلع معانا ولا احلى من كده. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تنجح معاكم وتاكلوا احلى بسبوسه. نشوفها بقى مع بعض من جوه، حلوه جدا مرمله وفي منتهى الجمال. وبكده خلصت وصفتنا. انتظروني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته. مع السلامه.